ليه لما الدولار بيزيد الأسعار عندنا بتولع؟ وليه ورقة خضراء من أمريكا بتأثر على اقتصادنا كله؟ الموضوع مش مجرد عملة، الموضوع اسمه الدولار. يعني ايه بقى الدولار؟ ببساطة لما الناس والحكومة تبطل تعتمد على الجنيه تبدأ تعتمد على الدولار في الشحن والتسعير وحتى التخزين. باختصار لما الناس تفقد الثقة في عملتها وتبدأ تتعامل بعملة تانية، لا، الدولار مش أزمة اقتصادية بس، ده أزمة ثقة. الناس بتبدأ تخزن بالدولار، التجار بيحددوا أسعارهم بالدولار، وده بيخلي الجنيه يضعف والأسعار تطير. بس هنا في سؤال، اشمعنى بقى الدولار هو اللي واخد السيادة والقصة دي كلها؟ في الحرب العالمية التانية أمريكا فرضت نظام بريتون وودز، وفكرة النظام إن الدول يربطوا عملتهم بالدولار وأمريكا تربط الدولار بالذهب، ومن ساعتها الدولار هو واخد السيادة. سنة 1971 أمريكا فكت الربط بين الدولار والذهب، بس ما وقعتش، بالعكس لأن ببساطة البترول بيتباع بالدولار، التجارة العالمية بالدولار، الدول بتستلف من بعض بالدولار، فاللي مش معاه دولار مش موجود في ساحة الاقتصاد العالمي. لو انت بقى عجبك المحتوى بتاعي متنساش تعمل لي لايك ومتابعة وتقول لي رأيك في الكومنتات، وتحب اشرح لك ايه في الفيديوهات الجاية.